وفاة ابن فنان شهير ولكن توفى بفعل فاعل. حزن يسود الوسط الفني والسوشيال ميديا بأكملها لحظة وفاته بعد ما فضل شهرين كاملين داخل المستشفى، والناس تقول أكيد إن شاء الله حالته هتتحسن، ولكن هذا الفنان انهار بشدة بعد وفاة ابنه، وكمان أدلى بتصريحات مهمة جدا. تعالوا في البداية نوحد الله ونصلي على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وندعي بالرحمة لكل موتانا، ونشوف مين الفنان ده ومين ابنه وليه توفى بفعل فاعل، وايه اللي قاله، ايه وصيته الأخيرة، وانهيار أمه، وحزن يسود السوشيال ميديا اللي انقسمت نصفين، ناس عمالة تترحم عليه وناس تانية عمالة تقولك ده حقه لازم يرجع. ايه التفاصيل يا جماعة اللي انتشرت خلال الساعات الماضية عن وفاة ابن فنان شهير؟ هذا الفنان اللي طلع ونعاه بكلمات مؤثرة جدا جدا، وكتب على صفحته الشخصية ربنا يرحمه ويصبرنا على فراقه، وطبعا الحادث ده كان نتيجة لخطأ، وانا عارف انه ما كانش مقصود وما كانش استهتار ولا اي حاجة. يا جماعة ده قضاء الله وقدره، ربنا يغفر له ويسامحه. طبعا ناس كتيرة جدا دلوقتي بتسأل ايه اللي حصل. اللي حصل كالآتي يا جماعة، ان عامل الدليفري كان ماشي في طريقه رايح يشق طريقه ويشوف شغله اكل عيشه. ابن الفنان احمد رزق طبعا كان موجود معاه صاحبه، وبعد كده حصل تصادم ما بين الاتنين، ولكن للأسف العامل الدليفري اتصاب إصابات بالغة لدرجة انه فقد الوعي، وبقاله شهرين، الحادثة دي من شهرين، بقاله شهرين قاعد في العناية المركزة لحد ما توفى بالأمس. ولكن الفنان أحمد رزق طلع في تصريح لأحد المواقع الكبرى واتكلم وقال أنا حزين جدا على وفاة عامل الدليفري اللي تصادم مع ابني عمر. انا عارف ان الحادثة دي مش مقصودة، الولد ده انا بقول لكم هو ابني، وانا بعتبره زي ابني بالظبط، وهتكفل باي حاجة والدته تحتاجها، وربنا يصبرنا كلنا انا وامه واسرته كلها. ابني مش مستهتر ولا اي حاجة، ده قضاء الله وقدره. التصادم كان في مدينة 6 اكتوبر بالجيزة، وبعد كده تم نقل المصابين وكان من ضمنهم ابن الفنان احمد رزق، ولكن الفقيد رحمة الله عليه أصيب إصابات بالغة جدا وتوفى النهاردة، ودي كانت صدمة كبيرة جدا بتلقي الأجهزة الأمنية إشارة من غرفة عمليات النجدة بتفيد طبعا بوجود مصابين وانتقلوا إلى المستشفى، وكان منهم ابن الفنان أحمد رزق زي ما قلنا لحضراتكم. أسرته للأسف في حالة من الانهيار التام، ووالدته كمان بتقول مش هسيب حق ابني. الكاميرات طبعا وضحت ان ابن أحمد رزق كان ماشي عكس سير الاتجاه، وان هو المتسبب في وفاة هذه الضحية علاء رحمة الله عليه. أمه قالت مش هنترك حق ابننا أبدا، ومفيش تصالح أبدا مع المتهم، مؤكدة إن ابنها طبعا كان العكاز اللي بتتسند عليه، وقالت ابني هو اللي بيساعد والده المريض في مصاريف البيت وبيجري عليا أنا وإخواته، واللي خبطه رفض يساعدنا في علاجه حتى، ومش بص علينا، وبقالنا أكتر من 40 يوم بنجري على العلاج، بنشحت من الناس علشان أعالج ابني. واحمد رزق رفض كمان انه يعالج ابني وراح حطه في مستشفى حكومي بالقصر العيني لحد ما حالته تدهورت وابني توفى خلاص. تقول لي ابن اللي مات؟ لا مش ابنك اللي مات، ابنك قاعد جنبك وموجود معاك، لكن ابني لا، انت حقه لازم يرجع. وانا بقول انا عمري ما هتصالح، هتيجي تساعدنا دلوقتي كنت ساعدتنا زمان. للأسف طبعا الفنان أحمد رزق بدأ يتكلم ويقول أنا حاسس إن ابني هو اللي راح النهاردة وبعتبر الولد ده ابني، والتعليقات أثرت فيا